تحية للأخ الشاعر، تحية ثورية للأخ الشاعر فيصل البريهي، وتهنئة قلبية له بمناسبة تكريمه بيت الشعر اليمني. هذه القصيدة بعنوان أخبار لولا، بلسان أسير حر خلف القضبان. شكرا جزيلا يا أعزائي، شكرا لأرملتي وأبنائي، شكرا لمن بالصمت ناصرني من كل أصحابي وأعدائي. يا أولياء النفط معذرة، يا أولياء النفط معذرة لبداوتي ولفرط غوغائي. لولا محبتكم ونصرتكم لسقطت من ألفي إلى يائي، لولا حمايتكم لجاهدني الأعداء عن ميراث آبائي. لولا محبتكم ونصرتكم لسقطت من ألفي إلى يائي، لولا حمايتكم لجاهدني الأعداء عن ميراث آبائي، وتدخلوا في ضخ أوردتي وتوغلوا في كل أحشائي، ولزاحموا رئتي على رئتي ولأفسدوا في كل أنحائي، ولسجلوا ضدي مخالفة إن رحت أشكر حاتم الطائي، ولا أوقدوا بدمي وليمتهم في الصبح واحتفلوا بإطفائي، ولا أحرقوا إرشيف ذاكرتي ولا زيفوا همزات إيحائي، ولا هدموا رأسي ولم يقفوا إلا على أطراف صحرائي، ولا هدموا رأسي ولم يقفوا إلا على أطراف صحرائي، ولا مغنطوا حركات أنملتي وتقمصوا شيطان إغوائي، ولا بدلوا غضروف حنجرتي ولا سفهوا إعجاب قرائي، ولا عطلوا ناموس أنظمتي بعد احتلال جميع أجزائي، ولا باشروا في الحال برمجتي ببطاقة صنعت لإلغائي، ولا عطلوا ناموس أنظمتي بعد احتلال جميع أجزائي، ولا باشروا في الحال برمجتي ببطاقة صنعت لإلغائي، ولا سجلوا بدمي مبايعة مختومة باسمي وإمضائي، ولا قام في أقصاي هيكلهم ولا عسكروا في طور سيناء. لولا جهود من سفارتكم لتبخرت أحلام أبنائي، لولا جهود من سفارتكم لتبخرت أحلام أبنائي، ولبثت في سجني إلى أجل وحرمت من أغلى أحبائي. لولا مساع من جلالتكم ما كنت أملك بعض أشيائي، ما عاد نصف اللاجئين إلى أوطانهم من غير إرجائي. أنا واحد من أهلكم تلفت يدكم عليه بفيض أندائي، وجميعكم أصحاب مكرمة في كل سراء وضراء، وجميعكم يسمو بنخوته وجميعكم يسعى لإرضائي. وبرغم طعني في رجولتكم تتجاهلون سجل أخطائي. أدري بأن وراءكم دولا حبلى بأرزاء وأدواء وممالكا تحصي مثالبها ما بين مثقلة وعرجاء، وخيولكم هرمت مفاصلها من طول ما ركضت في إحيائي، لا أنجزت فتحا ولا حفظت سلما ولا فاءت بأفيائي. وخيولكم هرمت مفاصلها من طول ما ركضت بإعيائي، لا أنجزت فتحا ولا حفظت سلما ولا فاءت بأفيائي. أدري بأن لكم مشاكلكم ولكم هموم فوق إحصائي،
وبأنكم أسرى لما ملكت أيمانكم، أسرى لأهوائي، ولكم طموح يرتقي أفقا ما بين عذراء وشقراء. ووسائل الإعلام في يدكم عمياء تستهدي بعميائي. ووسائل الإعلام في يدكم عمياء تستهدي بعميائي، أدواتها الصفراء مبدأها إنتاج ثرثرة وضوضاء، أخبارها قدر آراؤها من غير آراء، أدواتها الصفراء مبدأها إنتاج ثرثرة وضوضاء، أخبارها قدر آراؤها من غير آراء، باؤها عدم خجلا تقلد نقطة الباء. أخبارها قدر آراؤها من غير آراء، باؤها عدم خجلا تقلد نقطة الباء. إعلامها لام ومنسأة وموظف في بيت إسرائيل. إعلامها لام ومنسأة وموظف في بيت إسرائيل، شاشات ترويج مخصصة لعروض أجساد وأزياء، وتجارة الإغواء مربحة في عصركم والحكم للرأي. وبرامج الأطفال يكتبها متخلف يدعى أخصائي، والصحة الأخرى برامجها تاج على رأس الأطباء. يا أولياء النفط حجتكم معكم كفيتم يا أخلائي. أما أنا فلسوف أسمعكم خبرا يمثل بكر أنبائي، قسما بروح قضيتي، قسما بصفاتي العظمى وأسمائي، أني سأقدح من عصا وجعي بأس الجبابرة الأشداء. سأعلم الأعداء أن دمي مر يشق حلوق أعدائي، أني إذا مزقت أو دفنت بتراب هذه الأرض أعضائي، سأثور من تحت الثرى حمما وأقوم من أشلائي. أني إذا مزقت أو دفنت بتراب هذه الأرض أعضائي، سأثور من تحت الثرى حمما وأقوم من أشلائي. قدري وهذا الموت فاتحتي، وطريقتي الأهدى لإحيائي. ودمي فمي وبراق ألويتي ومداد معجزتي وحنائي. من أي وجه تنكرون أنا وتكذبون بأي آلائي؟ فتربصوا بي في سرائركم، قولوا سفيه أو سفسطائي، وسيذكر التاريخ منتشيا أني كسرت حدود ظلمائي، أني عصمت عن الطعام فمي وحبست أصواتي وأصدائي، أني حسمت قضيتي بيدي وهزمتكم بسلاح أمعائي. شكرا للشاعر الكويتي، رسم خلفية واضحة لكل المآسي التي